السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بقى هنتكلم عن إزاي تعرف التهوية عندك مظبوطة ولا لأ. زي ما قلت في حلقات سابقة إن التهوية بعرفها. سيبك من الترمومتر بقى خالص، الغيه من حياتك بقى إن أنت تعرف بيه الحرارة والكلام ده. الترمومتر موجود في العنبر عشان تعرف درجة الحرارة دي كام، مش تظبط عليه درجة الحرارة اللي محتاجها الفراخ. الموضوع ده يا جماعة انساه خالص. أنا عايز شغلك دايما بعقلك بعينيك بمناخيرك. عقلك تحكم بيه، عينك تشوف بيها، مناخيرك تشم بيها. بس الترمومتر ده مجرد ان انت تعرف درجة الحرارة اللي انت فيها دي كام، لا اكتر ولا اقل، مش تظبط عليه خالص. بمعنى ايه؟ تعالى الاول ناخدها خطوة خطوة كده. عايز تعرف ان الحرارة عندك مظبوطة ولا لا، بتبص على الفراخ بتاعتك. انتشار الكتاكيت، انتشار الكتاكيت معناه ان كده درجة الحرارة مظبوطة. عينك اللي تحكم مش الترمومتر، عينك تحكم وعقلك يفكر ويشوف. تبص على كتاكيتك، لو انتشار الكتاكيت مظبوط، كتاكيت ما بتنهكش، كمان كتاكيتك مش متجمعة، يبقى كده درجة الحرارة مظبوطة. ممكن بقى تبص على الترمومتر عشان تعرف درجة الحرارة اللي الكتاكيت مظبوط عليها كام. تعالى بقى انا اكلمك بقى على الاهم من ده كله، هي التهوية. ازاي تعرف ان عندك التهوية مظبوطة ولا لا؟ بص يا سيدي، ده لو عاوز تعرف كده بدماغك يعني التهوية مظبوطة ولا في مشكلة. اول حاجة ان احنا بنشم ريحة الامونيا. لو حسيت بحرقان في العين فده معناه ان نسبة الامونيا عالية معاك في العنبر، وده غلط قوي على الفراخ. لو شميت غاز الامونيا وانت واقف، ولكن بعد ما بتنزل لمستوى الفراخ ما شميتش ريحة امونيا، ده معناه ان العنبر متكتم من فترة صغيرة او الفرشة منخفضة الرطوبة. لو شميت غاز الامونيا وانت واقف وكمان لما تنزل لمستوى الفراخ، ده معناه ان التكتيم بقاله فترة طويلة معاك في العنبر ورطوبة الفرش عالية. لو حسيت بكتمة النفس لما تنزل لمستوى الفراخ، معناه ان نسبة ثاني اكسيد الكربون عالية. شكل الفراخ بقى بيكون عامل ازاي؟ بتكون الفراخ خاملة وفي كسل. في القطيع بتاعك بتلاقي عدد صغير من الفراخ على العلافات والسقايات، والباقي مش مش مفكر في الأكل ولا في الشرب. أول ما بتبدأ بقى تهوي كده حاجة بسيطة، بتلاقي الفراخ بتاعتك بدأت في النشاط وبتجري وبترفرف بجناحاتها واتحركت على السقايات والعلافات. أهم حاجة لما تهوي قلنا ما تهويش العنبر مرة واحدة، خده على التدريج على مراحل. يعني في إيه؟ ما تفتحش مرة واحدة، خده على 5 6 مراحل على مدار اليوم، 7 مراحل براحتك، كل شوية تزود شوية تهوية. في الحالات الشديدة بقى بتلاقي احتقان وتورم في العين، افرازات أنفية وأصوات تنفسية. شكل العنبر بقى ممكن تلاقي الفرشة مرطبة ومجلفة والدنيا بايظة خالص، وممكن تلاقي الجدران أو الشبابيك بالذات لو مشمع معرقة ببخار مية. ورؤية غبار بقى وأتربة أو شبورة في جو العنبر أكبر دليل إن التهوية مش مظبوطة. بتشم ريحة الأمونيا أكتر كلما بعدنا عن أرضية العنبر، وعلشان كده بنشمها بمجرد دخول العنبر. ادي ملخص التهوية كلته في كلمتين. سيبك بقى من الترمومتر، سيبك من الحساسات، سيبك من الليلة دي كلها. انا عايزك دايما شغلك بدماغك وبعينك وبمناخيرك. ده شغل الفراخ. مناخير قلنا تشم بيها، العين تشوف بيها، والمخ ده تفكر بيه. لا اكتر ولا اقل من كده، وتشتغل على كده. مفيش حاجة اسمها درجة الحرارة في العمر كام تبقى كام. قلتها 20 مرة. في عمر 10 أيام مثلا بتلاقي واحد الكتاكيت عنده وزنها 100 جرام، بتلاقي واحد الكتاكيت عنده وزنها 150 جرام، بتلاقي واحد مربي كويس ومهتم كويس ومحضن كويس وزن الكتاكيت عنده 350 جرام في عمر 10 أيام. هل في ال3 مراحل دول أو ال3 أوزان دول درجة الحرارة هتبقى واحدة؟ استحالة. كمان فصول السنة بتختلف. يعني في فصل الصيف ممكن عمر 10 أيام ده أنت هتحتاج حرارة 26، لأن الرطوبة بتبقى عالية في الجو، فأنت مش محتاج درجة حرارة عالية. والحرارة بتبقى معاك 26 في العنبر، وتلاقي في فراخك بتلهث. يا جماعة سيبك من مفيش حاجة، مفيش ثوابت في الفراخ. فرخك اللي بيطلب، كان بيطلب دواه، كان بيطلب تهويته، كان بيطلب تدفيته. لما تحس ان فراخك بتتجمع تبقى عايزة تدفئة، زود التدفئة شوية. لما تحس انها مركنة على الجناب وسايبة حوالين الدفايات او مصادر الحرارة، او بتدور على الاركان، تعرف ان الحرارة معاك عالية. فراخك بتلهث، تعرف ان الحرارة عالية. سيبك من الجداول والكلام اللي الناس عمالة تشحنك فيه ده. مفيش ثوابت اصلا بتشتغل عليه. الثوابت الوحيدة اللي بتشتغل عليه احتياج كتكوتك لظروف ايه، محتاج لدواء. ما بتنزلش دواء وخلاص، او برنامج بقالك 20 سنة ماشي عليه وخلاص. كل دورة وكل يوم وكل ظروف مختلفة وبتحتاج علاج مختلف. وفي اوقات ما بتحتاجش علاج خالص، يبقى انت مش انك تحرق في نفس الموضوع.
خلي دايما كتكوتك اللي بيطلب. يا جماعه انا عايزك تتكلم، الكتكوت بيتكلم بمعنى ايه؟ ما هو مش هينطق ويقول لك انا سقعان، لا بس فعله بيقول لك انا سقعان، كتاكيت متجمعه وعاوزه تتدفى. حران فاتح بقه بياخد نفسه بالعافيه والرطوبه عاليه والحراره عاليه، واضح عليه. انت فاهمني؟ الكتكوت هو اللي بيتكلم وبيشرح عن نفسه وبيطلب لك، هو مش بيطلب بالصوت صحيح، بس فعل الكتكوت بيطلب منك انت تعمل له ايه. سيبك بقى من قصة برنامج للأدوية، برنامج تربية، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، لأن مفيش ثوابت. وما ينفعش أقول لك عمر كذا أعمل كذا. ما ينفعش بجد، والله أقسم بالله العلي العظيم، اللي بيقول لك عمر كذا نزل كذا، ولا عمر كذا حرارة كذا، بيضحك عليك. وجرب وانت هتلاقي كل دورة معاك مختلفة في نفس العمر، عمر 15 20 يوم. اوقات بتبقى الحراره عندك 30 والفراخ بتبقى باديه تتجمع، وفي دورات بتبقى الحراره عندك 26 والفراخ بتلهث. انت فاهمني؟ فانا عايزك توصل للمرحله دي، ان انت تمشي مع كتكوتك، مش مع دماغ حد تاني، من حد من بره، من حد اللي بيكلمك على التليفون. ما هو شامم ريحه الامونيا عندك كام، ما هوش عارف الرطوبه كام، ما هوش عارف سرعه شفاطك كام، سرعه الهواء المتحرك عندك في العنبر كام. الحاجات دي انت اللي بتحكم عليه. احنا اللي على التليفون ده، لو لا قدر الله عندك مشكله، ممكن من الاعراض يعرف ايه ويبدا يحلها لك. انما مش هيقدر يقف معاك في موضوع التهويه بالذات. شغل الفراخ ما الا تهوية وتدفئة. أنا آسف النهاردة إن أنا اتكلمت بالطريقة دي، بس يا رب تكون قصدي أو المعلومة وصلتكم، وكده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بقى هنتكلم عن إزاي تعرف التهوية عندك مظبوطة ولا لأ. زي ما قلت في حلقات سابقة إن التهوية بعرفها. سيبك من الترمومتر بقى خالص، الغيه من حياتك بقى، إن أنت تعرف بيه الحرارة والكلام ده. الترمومتر موجود في العنبر عشان تعرف درجة الحرارة دي كام، مش تظبط عليه درجة الحرارة اللي محتاجها الفراخ. الموضوع ده يا جماعة انساه.